ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. تيجوا مع بعض نعمل فراخ البانيه النهارده بطريقه لذيذه قوي، وهنعمل معاها بوريك السبانخ بالجبنه. هنتبل الفراخ بمعلقتين زيت زيتون، معاهم نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، نص معلقه زعتر. قلبيهم مع بعض كويس وبعدين تبلي بيهم الفراخ، وهنسيبها بقى ساعه او ساعتين كده. وهي بتتبل بقى الفراخ هنعمل البوريك. في طاسه على النار فيها معلقتين زيت وثلاث فصاص توم مفرومين ناعم كده. هنقلبهم بقى لحد ما يتبلوا، وبعدين هنضيف لهم السبانخ. ده نص كيلو سبانخ مقطعاه بالشكل ده. هنقلب بقى السبانخ والنار تكون هادية لحد ما تدبل خالص وتستوي. نضيف لها معلقة كبيرة جبنة كريمي أو أي نوع جبنة عندك، ورشة ملح ورشة فلفل أسود. تدوب الجبنة بقى معانا كده، نزليها من على النار. بعد كده الجريل هنسخنه قوي قوي وندهنه بالفرشة كده بالسمنة. هتكون الفراخ بقى اتبلت طبعا، وهنديها صدمة كده وتاخد لون ذهبي حلو. مش هتستوي سوا كامل، بس هتاخد لون حلو. هعمل بقى الكمية كلها اللي عندي الأول. أنا عاملة حوالي كيلو إلا ربع. هنحمره بالطريقة دي كده وياخد اللون الجميل. وبعدين مكان الفراخ في نفس الجريل كده هنقطع بصلاية شرايح، بس بصلاية تكون كبيرة شوية، وأربع فصاص توم متقطعين برضو شرايح. حطيت شوية سمنة زيادة كده بالفرشة، وبعدين نزلت بقى البصل والثوم اهو، وتقلبيه شوية كده لحد ما يتكرمل ويدبل معانا شوية. هنحط شوية مية كده، معلقتين مية، علشان يطلعوا الصوص اللي لازق في الجريل ويدي لون مكرمل حلو للبصل. بعد كده ضفت فلفل الوان، نص فلفلاية كده من كل لون مقطعة شرايح كبيرة، ورشة ملح ورشة بابريكا ورشة فلفل اسود وزعتر. كل التوابل اللي تبلنا بيها الفراخ هنحط منها على الخضار بتاعنا دلوقتي. قلبي بقى الخضار كده والنار تكون هادية لحد ما يدبل معانا شوية. بعد كده هنضيف له الفراخ اللي قليناها، حطيها على الوش كده بالطريقة دي، وهنضيف له نص كوباية مية بس تكون سخنة. انا حطيت بقى الفراخ كده الاول، والصوص اللي نزل منها برضو حطيته، وبعد كده نص كوباية مية، وقلبت كده من تحت لفوق اطلع يعني اخلط الحاجة ببعض كده علشان تتطعم ببعض. ووطيت بقى النار خالص وغطيتها وسبتها تستوي. اخدت بقى ورقتين ورقتين تدهنيهم بالفرشة كده سمنة، وبعدين تحطي فيها السبانخ بالجبنة، تلفي بقى الرول بالشكل ده. ودهنت برضو الصينية سمنة، والفرن دلوقتي مشغلاه على درجة حرارة 200. هتعملي بقى الكمية اللي انت محتاجاها كلها. طبعا الحشوة دي ممكن تتغير معاكي، تعملي بيها اي حشوة تانية. دهنت بقى الوش سمنة كده بالفرشة، ورشيت حبة البركة أو ممكن تحطي سمسم اللي يعجبك. الفراخ بقى بشوفها كل شوية لحد ما تشرب ميتها خالص وتستوي. حطيتها في صينية ورشيت عليها شوية جبنة موتزاريلا ودخلتها الشواية. البوريك بقى استوى من تحت اهو، فتحت الشواية برضو، الفراخ طلعت بالجمال ده. وادي البوريك بتاعنا اهو، ما خدش وقت خالص، حوالي ربع ساعة من تحت وخمس دقايق الشواية. الفراخ برضو حطيتها 5 دقايق بالظبط، الجبنة ساحت و5 دقايق في الشواية. الاتنين طلعوا أحلى من بعض. الفراخ بالطريقة دي حلوة جدا، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. زينت بقى كده بالبقدونس وتقدميها بقى بألف هنا. الطريقة دي هتخلي الولاد ياكلوا السبانخ لأن حلوة جدا. ولو هتحبي بقى تغيري الحشوات طبعا للبوريك مفيش مشكلة، طبعا احشي الحشوة اللي تريحك. شايفة بقى الفراخ مستوية خالص واخدة لون حلو كده، والجبنة بقى بتمط معانا اهي، وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.